على بعد 75 كيلومترا عن العاصمة تتواجد دائرة بغلية التابعة إقليميا لولاية بومرداس، والمعروفة بالفلاحة والأراضي الزراعية الخصبة التي تتوفر عليها. مدينة هادئة معزولة، هدوء كسره ناد رياضي اسمه أمل بغلية للكاراتيدو، ناد أعاد الحياة لشبان المنطقة وفك العزلة عنهم. أنشئ في سنة 2013 واللي كان انفصل على الفريق الأم اللي هو الترجي الرياضي بغلية الUSB، يعني هو مفخر البلدية بغلية، حيث نقولوا يشتغل في الظل في فئة الناشئين ويكون النشء. النادي وبالرغم من حدثة نشأته مقارنة بالجمعيات الرياضية الوطنية، إلا أنه بات مفخرة لأهل بغلية. يعني صراحة نشرفوا البلدية الأولى والمنطقة وعلى مستوى الوطن. شغف الأطفال والشبان هنا برياضة الكاراتيه يفوق كل التصورات، والصور أبلغ. في هذه الصالة يلقن المدرب من رياضيه من كل الفئات قوانين وأبجديات هذا الفن الياباني، وكله عزم على إيصالهم لمنصات التتويج رغم غياب الدعم المادي. رانا نحقق نتائج إيجابية ولائيا ووطنيا وحتى دوليا، وإن شاركنا في البطولة العالمية المفتوحة للأندية بدبي وتحصلت على المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة، وشاركنا في بطولة العالم للأندية بفرنسا المفتوحة للأندية بفرنسا وإن تحصلنا على المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة. مجهودات جبارة رانا نبذلوا فيها في هذا الفريق هنايا، ونتمنى إن شاء الله من السلطات المعنية اللي راهم يسمعوا فينا يوفروا لنا الامكانيات، لانه الفريق تاعنا احنا من كل حاجه راك تشوفها هنايا مجهودات خاصه ومن الاولياء ثاني توقفين معنا. المنخرطون في نادي أمل بغلية وبمختلف فئاتهم يحملون هدفا واحدا فقط، ان شاء الله نمثل بلديه بغلية احسن تمثيل. حصلنا على مراتب في المنتخب الوطني وفي البطولات العالميه والوطنيه. ان شاء الله نحقق الأمنية تاعي باش نولي بطلة كاراتي. أريد أن أصل للحزام الأخير وأنجح في كل المباريات. جيت لهنا باش نولي بطلة عالمية في الكاراتي. الكل هنا راض عن النادي ودوره في دعم الفئات الشبانية. هو راه يربي ثاني، ترى يربي الأطفال ما يروحوش للحوايج اللي ماشي ملاح. نحن مشكل كبير هنا في مدينة بغلية أنه الأولياء كانوا يحيروا وين يبعثوا أولادهم، ولأن الأسماء غالبا ما تحمل صفة المسمى، فأمل بغلية للكاراتيدو كذلك هو أمل هؤلاء الطامحين في غد أفضل.